بسبب سوء الإدارة خسر النادي الأهلي هذا الموسم السوبر الإفريقي والوصول لنهائي كأس العالم ودوري أبطال إفريقي وبطولة الكأس وكأس الرابطة، كما أعطيت الفرصة للزمالك وصن داونز ليتفوق علينا في مواجهة مباشرة بالخسارة من صن داونز للموسم الرابع على التوالي، والخروج من قبل نهائي بطولة قارية على يد صن داونز للموسم الثاني على التوالي، الهزيمة للمرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي من فريق في الجزائر، والهزيمة من أورلاندو في المجموعات، وصن داونز في قبل النهائي، وتفوق بيراميدز على حساب الفريقين بدوري أبطال إفريقيا، كل ده بسبب إن الإدارة دخلت الموسم بمدرب لا يصلح، وتأخرت قوي في الصفقات. شوفوا الكابتن وليد صلاح بيقول إيه: المدرب ده كان المفروض يبقى هو اللي يبادئ الموسم، والصفقات معاه، كأس العالم ما جاش فجأة، ولا الموسم ده جه فجأة، ولا إحنا كان عندنا مشكلة من الموسم اللي فات، ولا كولر أداءه كان جيد الموسم اللي فات. المهم النادي الأهلي الموسم ده لازم يأكل الأخضر واليابس، ولازم ينتبه لقائمة بيراميدز وقوة بيراميدز محليا وإفريقيا وعالميا. دلوقتي بيراميدز بينافسك في الألقاب، كنت الأول بتفوز عليه وبتفوز بالدوري قبليها بكام أسبوع، الموسم ده بتتعادل معاه، والدوري بيتم حسمه في المباراة الأخيرة. إفريقيا هو بطل دوري الأبطال، وعالميا زي ما أنت شاركت في كأس العالم المصغر والمجمع، بيراميدز يشارك في كأس العالم المصغر والمجمع، ما ينفعش بيراميدز يسبقك للنهائي. ربنا بس يستر، وياما قلنا وتنبح صوتنا ده أنت كنت تجيب إعارات للبطولة دي، بس مش تخرج لاعب وتقول عايز ألعب نهائي كأس العالم، وأنت بتخرج عبد القادر وديانج ومحمد عبد المنعم والقندوسي. مين يقولك؟ أي عقل يقولك؟ أي رئيس نادي بيفهم يعمل كده؟ حتى لو فيه مليون مدرب قالولك أنت مش بياع كشري، وليه أساسا تبيع النادي لمدرب كلنا شايفينه وحش إلا أنت. المهم النادي الأهلي دلوقتي خلاص ما فيش مجال لخطأ، وما فيش مجال لعدم إثبات النفس، وبيراميدز مش هيسيبك زي ما كنت طول عمرك أعور وسط عميان. بيراميدز مش أعم، وبيشوف بعينيه 3-6. ما فيش حاجة اسمها النادي الأهلي ينسحب من بطولة ويقعد يتفرج على الزمالك وبيراميدز. أدي القائمة لتبني عليها وتحسن كمان، وتراقب بيراميدز، تشوفه هيجيب مين وتخطف منه وتعلي عليه. أهلا وسهلا بكم. مش في عيد مزدوج، في عيد ثلاثي قول، عيد رباعي قول، زي ما انت عايز تقول قول. عيد أضحى طبعا مبارك علينا جميعا، ويا رب اللي نفسه في أي صفقة زي صفقات زيزو من الأهلوية يحلم والنادي الأهلي يحققها له. ولكن النادي الأهلي يوم ما جمهوره بيحلم بيشوف هو محتاج ايه وبيعمل. جمهور النادي الأهلي شاف إمام عاشور، جاب إمام عاشور منين؟ من قلب ميت عقبة، حتى ولو كان في أوروبا من قلب ميت عقبة. حلم بأشرف بن شرقي، جاب أشرف بن شرقي. حلم بمحمد علي بن رمضان، جاب محمد علي بن رمضان. طب حلم بزيزو، من قلب ميت عقبة. وما تسمحوش يا إخوانا إن أبواق الإدارة تننا كجماهير ويأكلون السم في العسل في حاجات اسمها صفقات جماهيرية. الإدارات بتعملها علش إنميم الجماهير بعد موسم من الفشل. زيزو واحدة من الصفقات دي. الأخ بيقول عايز إمام عاشور، جبنا لك إمام عاشور. عايز بن شرقي، جبنا لك بن شرقي. عايز زيزو، جبنا لك زيزو. اللي يعوزه جمهور الأهلي الإدارة بتجيبه. يا سلام، على أساس إن جمهور النادي الأهلي ما كانش عايز السوبر الإفريقي، على أساس إن جمهور النادي الأهلي ما كانش عايز يوصل نهائي كأس العالم.
على أساس إن جمهور النادي الأهلي ما كانش عايز يبقى هو بطل دوري الأبطال ويلعب الموسم الجاي كأس العالم للقارات، مش يقعد يتفرج على بيراميدز وهم بيلعبوا. لو مشينا ورا الإدارة وإعلام الإدارة الأهلي هيضيع، خليهم يعملوا اللي هم بيعملوه وخليهم يقولوا اللي هم عايزينه، لكن احنا اللي لازم نعرف الصح فيه ونطالب به. إمت كلنا شايفين مروان محسن وحش، يبقى يمشي، مش يمشي بعديها ب3 مواسم. كلنا شايفين موسيماني ابتدى يخرف، يبقى يمشي، مش يمشي بعد ما الفريق تهان في المغرب. كلنا شايفين كولر وحش، يبقى يمشي ويجي المدير الفني الصح والصفقات الصح في التوقيت الصح علشان الموسم وعلشان البطولة الأهم، مش نخسر كل اللي خسرناه. ودلوقتي يا دوب قبل كأس العالم بأسبوعين جويبوين واحد احنا ما نعرفهوش والسهبة يستكشف العيب، كأن كأس العالم ده مثلا كسبناه في آيس كريم، مش عارفين إن عندنا من نص الموسم اللي فات